قبل ما اتكلم عن نتيجة مباراة الاهلي والترجي اللي هي 0-0 في رادس دي، انا عاوز بس ادي جمهور الترجي حقه. جمهور محترم لابعد الحدود، استقبال محترم من جمهور محترم. النهارده جمهور الترجي بيقدم مثال للاحترام حرفيا. استقبال عظيم جدا لجمهور النادي الاهلي. قبل المباراة قدموا ميه وعصير لجماهير النادي الاهلي اللي في المدرجات، ده غير الاستقبال اللي في المطار واستقبال رئيس نادي الترجي ذات نفسه. يعني حاجة في قمة الاحترام. نادي الترجي انا قلت وبكرر ان من الاندية اللي انا بحترمها جدا وبحترم جماهيرها جدا. ده غير كمان الدخله اللي عملها جمهور الترجي. تيفو الترجي النهارده حاجه قمه الاحترام. بلد حر في عالم محتل، ده كان تيفو جمهور الترجي النهارده، تيفو قمه العظمه. فانا كان صعب جدا اتكلم في تفاصيل المباراه قبل ما اتكلم عن جمهور الترجي واحترام جمهور الترجي. فشكرا بجد من قلبي من واحد اهلاوي متعصب جدا للنادي الاهلي. انا عاوز اقول انه نتيجه ال0-0 دي من اسوأ النتائج في تاريخ كره القدم في مباريات الذهاب والعوده. نتيجة غير مضمونة بالمرة. ممكن تلعب في استاد القاهرة من غلطة دفاعية مثلا من الكابتن محمد هاني اللي هو ملوش علاقة بكرة القدم، ومش عارف محبين محمد هاني بيحبوه ليه او مقتنعين بيه ليه. ممكن يغلط في مباراة العودة غلطة كده فنادي الترجي يسجل هدف، فبالتالي الموضوع يتصعب. فانت لازم تسجل هدفين. عرفت انه نتيجة ال0-0 دي من اسوأ النتائج في كرة القدم. يعني نتيجة خادعة جدا، نتيجة مش مطمئنة بالمرة. علشان كده كنت أتمنى إنك أنت تخطف هدف حتى لو هتخسر 2-1. بس إحنا لو هنتكلم بعقلانية، كولر طلع باللي هو عاوزه من المباراة، وكولر نجح تكتيكيا في المباراة وتغلب على الترجي تكتيكيا. ونادي الترجي النهاردة كان محترم النادي الأهلي جدا 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 لدرجة الخوف في الملعب. في لاعب بيلعب في النادي الأهلي عليه علامات استفهام. هو لماذا يلعب كرة قدم؟ لماذا يمارس مهنة كرة القدم؟ وانا الصراحة عاوز افهمها وعاوز اعرفها. محمد هاني الباك رايت للنادي الاهلي، لماذا محمد هاني يلعب كرة قدم؟ لو انتوا عاوزين تقولوا عليا ان انا مش اهلاوي قولوا براحتكم. محمد هاني لحد اخر يوم في عمري ههاجمه مهاجمة شديدة. اعتبروني مش اهلاوي، اعتبروني دخيل، اعتبروني ان انا راجل زملكاوي، براحتكم، حاجه ترجع لكم. انما محمد هاني ده انا ما عملتش ذنب كبير في حياتي علشان اشوف محمد هاني في الملعب. رؤيته في الملعب مضرة للعين حرفيا. لاعب من أسوأ اللاعبين اللي أنا شفتهم ارتدوا تيشيرت النادي الأهلي. محمد هاني مش أسوأ باك رايت في تاريخ النادي الأهلي، ولا أسوأ باك رايت في تاريخ الدوري المصري. أنا عاوز أقول لكم إنه أسوأ باك رايت في تاريخ كرة القدم. أنا لو لعبت لاعب من الناشئين في مركز الباك رايت أهون من إني أشوف اللاعب ده في مركز الباك رايت. هتقول لي إحنا ورانا مباراة عودة وادعم. لا، ما بدعمش. أنا مش أهلاوي. أنت مالك؟ انا مش اهلاوي يا عم. اصلا اللقطه اللي عملها مع لاعب الترجي اللي عند التماس دي تبطلوا كوره، بغض النظر عن الكوارث اللي بيقدمها في الملعب. انت بتشد اللاعب ليه؟ انت شدت اللاعب وخدت انذار، اما انت مش واخد انذار ومش عارف تلعب كوره، ما بالك بقى لما تبقى مضغوط بانذار؟ هتعمل ايه بقى يا كابتن محمد هاني؟ اعتزل في عز مجدك وريحنا علشان انا تعبت والله. وجمهور الاهلي بجد بيعاني من وجودك. نيجي بقى للكابتن حسين الشحات. كابتن حسين الشحات، هو تسجيلك للهدف أهم من النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي وأي حد له علاقة بالنادي الأهلي. كابتن حسين الشحات في كذا لقطة يقدر يلعب جماعي مع اللعيبة وتبقى الهجمة أخضر، لكن إزاي الكابتن حسين الشحات يقرر إن هو يسدد؟ طيب خلاص سدد يا كابتن حسين الشحات، ما عنديش مشكلة، بس سدد صح. اعمل خطورة بتسديداتك. لا، مفيش خطورة. امال حضرتك بتلعب فردي ليه؟ أنانية مفرطة بشكل بشع. واحد يقول لي انت بتتكلم كاننا خسرانين النهائي. والله حتى لو كسبت كنت هتكلم برضو كده، كنت هسيب المكسب وهتكلم عن دول برضو، لان الوضع حرفيا مقرف. واثق في مستر مارسيل كولر؟ اكيد واثق فيه طبعا، ده شيء لا خلاف عليه. نادي الترجي مع احترامي الجمهور الترجي، لا النادي الاهلي يقدر يفوز عليه، بس مفيش حاجه في كره القدم صعبه. عندهم عناصر تقدر تخلص المباراه، عندهم عناصر تقدر تخلص المباراه. علشان كده لازم تبقى واخد حذرك لحد اخر دقيقه في المباراه.